ازاي اللي قدامكم دي كانت بتلبس كروب توب، كانت بتلبس سكرتات، كانت بتلبس هوت شورت، كانت بتلبس حاجات ستومك. انا بحمد ربنا ان انا فقت بدري ان انا اتحجبت. طالع اعمل الفيديو ده وانا عارف ان انا هتهاجم عليه كتير، ممكن اتشتم على الكلام اللي انا هقوله في الفيديو ده من ناس كتير. على العموم انا ما بزعلش من الشتيمه، ممكن اكون جتتي نحست، ممكن اكون ما عنديش دم ما اعرفش بقى. طالما انا بقول اللي انا معتقد اللي انا برضي ربنا فيه فبقوله خلاص واجري على الله. البنوته دي كانت بتلبس لبس قصير، لبس عريان، وبعد كده لبست الحجاب زي ما هي بتقول. انت طالع دلوقتي تقول ايه اللي هي عملته غلط؟ ابدا والله، اللي هي عملته صح الصح، ولا شك ان حالها دلوقتي افضل 1000 مرة من اللي هي كانت بتلبسه. ان انا جاي اقول لها واقول لكم حاجة، دي اللي انا بقى اللي انتوا هتشتموني فيها. انت ايوه بطلتي تلبسي لبس قصير او عريان، لكن انت لسه ما اتحجبتيش. الحجاب مش معناه ان الواحدة توسع لبسها او تغطي شعرها وخلاص. الحجاب في الاسلام هو عدم التزين، ان المرأة لا تتزين. ربنا قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج هو التزين. لابسة واسع جدا ومغطية شعرها، لكن حاطة ميك اب الدنيا كله في وشها، هي كده برضو لسه متزينة. اما تكون لابسة خمار وتطلع تعمل فلاتر على وشها قوية جدا، هي كده برضو لسه متزينة. والحجاب من شروطه ان المرأة لا تتزين. خلاص بقى هي تخلع الخمار عشان تريحكم، لبستوش ليا، المفترض ان هي لبسته لله. حتى على فرض ان انا كلامي غلط، المفترض ما يأثرش فيها سلبا وده ما يخليهاش تفتن. لازم نقول كده عشان نقول للأخت الفاضلة بارك الله فيكي، لكن لسه خطوة على الحجاب. عشان نقول للبنات اللي بيلبسوا واسع وبيغطوا شعرهم وبيحطوا ميك اب الدنيا كله على وشهم، لازم تبطلي العادة دي. إذا كان ربنا عز وجل نهى المرأة إن هي تضرب بالخلخال في رجليها عشان ما تفتنش غيرها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فبالله عليكي أيهما أعظم فتنة وأكبر زينة؟ يصدر صوت من خلخالك ولا اللي أنت تعملي الميك اب في وشك؟ يا ريت الفيديو ده توصلوه لكل بنت بتحط ميك اب عشان ربنا يتوب عليها بإذن الله. عمرك سألت نفسك وانت بتقرأ سورة قل هو الله أحد الله الصمد؟ يعني ايه الصمد؟ الصمد هو الذي تعمد إليه الخلائق. كل المخلوقات تحتاج لربنا وربنا لا يحتاج لأحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني ليس لله شبيه ولا ند ولا مثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما أتى في بالك فالله بخلاف ذلك. دول الكلمتين اللي ممكن كتير من الناس مش عارفينهم في سورة من أعظم سور القرآن. عرفهم لغيرك بقى.